هيدا كيف عم يترجم؟ يعني راح اقول لك شغله ما بعرف اللي المتابعين، يمكن انا عندي نظره يا استاذ جي. هذا الكتاب اللي سميته انا استهداف اهل السنه، واللي ترجم بالانجليزي والان اعتبر من الكتب النادره في الولايات المتحده، وسعروه ب $74. منيحه، هيدي عايه منيحه بتستاهل. طلع لنا شيء منه جديد. هو الاسم اللي بكفي دكتور. خليلي هيك. المخطط الاستراتيجي للغرب، هذا مش بنعرفه نحن. الغرب هو داخل في هذه اللعبه، الغرب واسرائيل وايران، للسيطره على الشرق الاوسط واقتلاع النفوذ العربي والسني منه. هيدي اللعبه، هاي الخطه. وبالتالي من الغرب، مين الغرب؟ الولايات المتحده؟ لا، بنقصد الغرب كله سوا، المسيحي. انا بيحكوا عني بالجزيره انه هيدا مسيحي مش مسلم. انا كمسيحي ماروني كاثوليكي عم اقول انه الغرب من ايران، من سماته انت، من روسيا الارثوذكسيه الى اوروبا الكاثوليكيه الى امريكا البروتستانتيه، كل الحضاره الغربيه هي في هذا الاتجاه. شو هو الاتجاه؟ وقف التمدد الاسلامي في العالم. الاسلام السني، ما هو السني لانه السني 85% من مليار و600 مليون، في مليار و375 مليون سني و225 مليون شيعي. اذا وقف هذا التمدد السني. ليش؟ لانه بعد احداث 11 سبتمبر أدرك الغرب أن الخطر الجاي عليه هو خطر الإسلام، ولذلك قالت قبل ذلك الست تاتشر لمن سألوها وسقط الاتحاد السوفيتي، قالوا لا طيب ما سقطت اتفاقية فارسوفيا، حلف الفارسوفيا بأوروبا الشرقية، لشو بعدكم متمسكين بحلف الأطلسي بالغرب؟ قلت المتمسكين لأن هناك يوجد الإسلام. مين هذا من يحكي؟ مارغريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا. قالت هذا الكلام لكن الإسلام صار حد بيتها لمارغريت تاتشر بقلب. صح يعني عمدة لندن. صح، هو مسلم عظيم، مسلم. بس هو بس الإسلام يلي بالشرق الأوسط؟ كل الإسلام في كل العالم. لا لك شغله، اليوم في نظره، ما الناس تطلع قدامها، مش مثل باردون مثل عنا بيطلعوا وراهم. من يقولوا انه دي سي من هلا بعد 2050 وكذا الاسلام بيصير الدين الاول في العالم، بيصير اكثر من المسيحيه المليارين، لانه نسبه النمو عندهم اكثر بكثير. لذلك انا لك جبت لك هاوي من قلبك تسالني هذا السؤال. لك شو لو روتور دي غير دو ريليجيون، عودة حروب الديانة، وهذا جيوبوليتيك ريليجيون اي سيفيليزاسيون. يعني بلش الغرب يحكي عن جيوبوليتيك الأديان. شو لما نقول جيوبوليتيك الأديان معناتها كل دين بده يعتبر حاله هو دين العالم ويسيطر على العالم ويسيطر على الكرة الأرضية، وهون بيصير شو؟ الصراع والتلاحم. من هيك الغرب كله المسيحي ما هودي تركن، هودي كلهم خدمة شيعة عند اسرائيل 3/4. الغرب كله المسيحي الان، مثل ما اسرائيل بدها تضعف السنه، هني مع بهذا المشروع، وهني بدهم يعملوا طريقه انه ما يخلوا السنه ياكلوا اسرائيل. يعني الشعارات التي تطلقها في ايران لتدمير اسرائيل، يمكن هون اليوم شوي صارت ليبرالية الخطاب الإيراني، بس أنه إسرائيل اليوم هي المستهدفة. حزب الله دائما يشن حملاته على إسرائيل. حضرتك عم تنقد هذا الأمر. الغرب إيران وإسرائيل عندهم مخطط واحد، هو تطبيق العالم السني العربي في هذه المنطقة. أنا اللي عم أقول لك إيه، ومعلش يكون في وضوح شوي. أنا بنحكي عن حالي يعني لكي يعني أوضح هذا الأمر. إسرائيل لمن إيران كانت من تحارب العراق
مين كان يعطيها سلاح؟ مضبوط، إسرائيل. إسرائيل. ليش؟ وأمريكا. ليش؟ مش لأنها بتحب الإيرانية، ووترغيت. لأنه المعركة هي بين الأقليات والأكثرية، فإيران هي أقلية. من هيك قلت لك في 225 مليون شيعي بالعالم بما فيهم 90 مليون بإيران، ولكن هيدي أقلية، والأقلية إسرائيل هي زعيمة الأقليات، وهي تريد أن تغير المنطقة وتقلبها كلها سوا تصير دويلات أقلوية. وإيران ضالعة في هذا المشروع إن كان مع إسرائيل أو بدونها. هي كمان من مصلحتها أن لا يظل العرب السنة مسيطرا على هذه المنطقة، وإنما تتحول إلى دويلات، وعلى رأسها الدولة العلوية في سوريا.